السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. عايزة حاجة حلوة سهلة وبسيطة وسريعة ما تاخدش وقت خالص في التحضير وكمان مجهود. هاتي لفة جلاش وتعالي معايا هنحضرها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اسهل وانجح وابسط طريقة جلاش هتحضريها وهتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة. طعمها في حتة تانية خالص، جربيها انا متأكدة هتعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليها تاني من حلاوتها وكمان السهولة بتاعت او السلاسة بتاعت التحضير بتاعتها. يعني سهلة جدا، اي حد يقدر يحضرها. يلا نسمي الله ونخش على الطريقة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنحضر مع بعض الشربات هيكون عبارة عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية زي ما انتم شايفين كده، بس الكمية دي انا محضراها. يعني هاخد بالظبط نص كمية الشربات على الجلاش زي ما انتم شايفين كده. حطيت كوبايتين من السكر، هضيف عليهم كوبايتين من المية بنفس الطريقة دي. بعد كده معايا عسل جلوكوز، لو عندك، لو مش متاح مش مشكلة خالص، لو متاح عندك حطي معلقة، لو مش متاح ممكن تستغني عن الخطوة دي تماما. هتحطي بس عصرة ليمونة وهتحطيها على النار لمدة 10 دقايق وبعد كده هتطفي عليها. بعد كده معايا لفة من الجلاش زي ما انتم شايفين كده، ما يقارب النص كيلو زي ما انتم شايفين كده. هفردها معايا بالشكل ده. هاخد منها ورقتين اتنين بس، يعني كل طبقة كده هحط فيها سمنة ورقتين ورقتين وهحط السمنة. معايا هنا السمنة بتاعتي حطيت عليها ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. ربع معلقة صغيرة بتحسن الجلاش بتاعي وبتخليه هش كده من جوه مش مكتوم خالص. هاخد معايا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، حطيت ورقتين بالظبط وهاخد اول طبقة من السمنة. بعد كده هخلص الكمية كلها بنفس الشكل ده، يعني مفيش اسهل ولا ابسط ولا احلى من كده. زي ما انتم شايفين حطيت طبقتين وبعد كده بكمل، يعني ورقتين بعملهم طبقة وبحط سمنة بنفس الطريقة لما اكمل الكمية كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هقفل كده الجوانب كويس بنفس الطريقة. خلصت الكمية كلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بين كل طبقتين طبقة سمنة، بين كل ورقتين طبقة سمنة. بعد كده معايا السكينة بتاعتي هقطع كده على قد الحجم اللي انا عايزاه، يعني براحتك، عايزة تكبري عايزة تصغري براحتك زي ما انت حابة والشكل اللي يناسبك. بالسكينة كده قطعت اول واحدة بالشكل ده كده وبقطعها على شكل مثلث. شايفين مفيش اسهل ولا ابسط من كده. لو حابه تحشيها اي حشوه في النص، لو حابه تحطي عليها مكسرات، تحطي فيها اي حشوه انت حباها ممكن تحطي في النص وانت بتقفلي، يعني هي بتقفل ما بتفتحش خالص في الفرن، يعني بتفضل زي ما هي. بس انا بصراحه حبيت اعملها ساده لان الساده بصراحه بتكون اخف واطعم واحلى. يعني حسب الرغبه، لو انت حابه تحشيها براحتك. هقطع الكميه كلها بالشكل ده كده، يعني مفيش احسن من كده ولا ابسط من كده. خلصت الكميه كلها هدخلها الفرن على درجه حراره 180، بتقعد بالظبط حوالي ربع ساعه. بتطلع من الفرن بالشكل الخطير ده. بتشغلي عليها الفرن من فوق ومن تحت، اول ما تطلع من الفرن على طول الشربات بتاعك بيكون هدي شويه، بتنزلي عليها بالشربات حسب الكميه من الشربات، يعني حسب السكر بتاعك حسب الرغبه يعني. لو انتي اول مره تشوفيني اوعي تطلعي من الفيديو. انا هستنى اللايك وهستنى الاشتراك وهستنى كمان الكومنت الحلو. يا ريت تكتبي لي بتتابعيني منين بالظبط ومن اي محافظه. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.